محمد من ليبيا. أخي تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا أخ ليبيا. أخ محمد. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني به. بارك الله فيك. أنا أتبع فيك إعلام من ليبيا وفرحانين فيك ومنور الشاشة. الله يجزيك الخير. يا شيخ. نعم. بالله يمين من 10 أيام فاتوا شبحت بالحلم. إيه؟ سيدنا يعقوب لك مش محتاج صورة. إيه؟ هيك حسيت من شبحت سيدنا يعقوب عليه السلام. من رأى؟ أنت رأيت يعقوب عليه السلام؟ لا ما ريتكش أنا كنت في المسجد. إيه؟ وقالوا لي في الناس حواليا قالوا لي هذا سيدنا يعقوب عليه السلام، وانا هيك نذكر في الله ونقول الله اكبر الله اكبر فقط. زين، في المسجد رأيت الناس اجتمعوا عليه. أين أنت من ليبيا؟ انا من ليبيا من سوق الجمعة. زين، أين أنت؟ طرابلس. في طرابلس. ايه طرابلس. إيه ما شاء الله. فقط هذه الرؤية؟ ايه هذه رؤية بس يا شيخ، لكن ما ريتكش انا سيدنا يعقوب ما ريتكش. قالوا لي الناس حواليا قالوا لي سيدنا يعقوب وانا نقول الله اكبر الله اكبر احس بروحي كاني في المسجد. زين. بالله يا شيخ فسر لنا وبارك الله فيك ونحبك في الله يا شيخ كثيرا في ليبيا. الله أسأل الله لكم التوفيق. سوف أفسرها. بالله دعينا يا شيخ. إن شاء الله إن شاء الله. الله يوفقكم. بارك الله فيك. اي والله إني أحبكم. أشهد الله. زين يا مرحبا. زين، بداية دعوا كم دقيقة معي حتى أعبرها؟ دقيقتين. يعقوب عليه السلام ابتلي بلاء عظيما، فقد ابنه يوسف، ثم أردف ببنيامين، أليس كذلك؟ وفقد بصره، ثم بعد ذلك جاء رد الله له أبناءه مع ملك عظيم. فنقول يعقوب عليه السلام من رآه في المسجد رد الله لكم، والله تعالى أعلم وعز وجل، رفع عنكم البلاء. وأسأل الله عز وجل أن يديم لكم العزة والسخاء والرخاء، لأن يعقوب عليه السلام من رآه نقول له بلاء، ثم بعد ذلك الله عز وجل ينجيكم منه. وأما في المسجد يخص المسلمين، والله تعالى أعلم وعز وجل، واجتماع الناس عليه يدل على بشائر عظيمة وملك عظيم وسعة في الرزق ورفع للبلاء والهم والغم بإذن الله. أسأل الله أن يوحد كلمتكم ويجمعكم على الخير والتقى، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع بلاد المسلمين، ومن أراد بها سوءا أن يشغله في نفسه. أسأل الله